النجمة شيرين عبد الوهاب غدت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد عودتها إلى زوجها الملحن والمطرب حسام حبيب رغم اتهامها له في وقت سابق بالاعتداء عليها ومحاولة الاستيلاء على أموالها، ما دفع الكثير من نجوم الوسط الفني إلى مهاجمتها. أمان للبيوت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع بينكما في الخير والسعادة، إنه ولي ذلك مولاه. هذا وقد نشرت الفنانة المصرية سمية الخشاب سلسلة تغريدات عبر حسابها في تويتر حول الموضوع، وإن لم تذكر شيرين لكن الجمهور أكد أن الشخصية المقصودة بتغريدها هي المطربة المصرية التي سبق وأن أدخلت المستشفى عنوة من أجل العلاج من الإدمان. وكتبت الخشاب: بعد كده يا حبايبي ما نتعاطفش مع حد إلا لما نتأكد أنه هو نفسه متعاطف مع نفسه عشان ما نحرقش كتير على الفاضي، في إشارة إلى تعاطف الوسط الفني مع شيرين عبد الوهاب بعد انفصالها عن حسام حبيب وحلاقة شعرها ثم دخولها المستشفى أخيرا. ثم تابعت: المهم يا بنات ويا ستات، أرجوكم حاولوا على قد ما تقدروا تبقوا good representation، واعرفوا قيمة نفسكم، واعرفوا أنكم مش محتاجين أي حد في الدنيا، ده بالعكس هم اللي محتاجيننا أكتر، لا للتعلق بالناس السامة، لا للتعلق بالناس المؤذية. وطالبت متابعيها بالتعلق فقط بالحب الوحيد والكبير رب الكون اللي عمره ما حيتخلى عنكم وعمره ما حيأذيكم، ومن عبده وما فيش حاجة اسمها حب. إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه من أمان البيوت أنه لابد أن يتلى فيها كتاب الله عز وجل، وأن يذكر فيها الذكر الحكيم بقول الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قرين. وقال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله كمثل الحي والميت. ودائما نحصن أنفسنا بأذكار كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في كل صباح ومساء: